السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء طلاب أولى ثانوي دفعة 2027، أهلا بكم يا أبطال في الدرس الأول من الأدب عندنا وهو الأدب الجاهلي. أنا كشكولك كوباية الشاي بالنعناع بتاعتك، يلا بينا. الدرس الأول في الأدب عندنا هو الأدب في العصر الجاهلي. مستر، هو يعني إيه أدب؟ وبندرسه ليه أصلا؟ أنا فاهمك. كلمة الأدب يعني مش الأخلاق، أنت مش هتدرس الأخلاق ولا حاجة، خلاص؟ طيب أنت هتدرس إيه؟ هتدرس الشعر والنثر. هدرس فيهم ايه يا مستر؟ هتدرس الشعر والنثر كانوا عاملين ازاي في العصر الجاهلي. هتدرس الشعر والنثر كانوا عاملين ازاي في عصر صدر الاسلام، عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. هتعرف الشعر والنثر كانوا عاملين ازاي في العصر الاموي. هم دول الثلاث دروس اللي عندنا في الادب. فرع لذيذ جدا وبسيط. طيب صلى على النبي. اول حاجه عندنا اسمها البيئه الزمنيه. تعالى نعرف كده هو العصر الجاهلي ده عباره عن ايه. يعني هو ليه اتسمى عصر جاهلي اصلا؟ قال لك الفتره دي اللي كانت قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو 150 سنه، يعني قرن ونصف من الزمن. ماشي. طب ليه اتسمى بالعصر الجاهلي؟ قال لك نسبه الى الجهاله. طب مستر، يعني الناس دول كانوا جهله، يعني ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، ايه بقى الشعر والنثر اللي بيكتبوا شعر ونثر ازاي؟ لا، ما انت فاهم غلط. قال لك والله ان الجهاله هنا مش بمعنى ان هم ناس جهله، لا. الجهاله هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم بيعملوا كل حاجه غلط بعلم واراده. يعني بيشرب خمر وعارف انها غلط، تذهب العقل، بتبوظ الجسم، بتعمل كل حاجه غلط. خلاص تمام. بنوئد البنات عادي تمام، ما عندناش مشكله. والله بنقتل في بعضينا. بنعمل كل حاجه حرام، كل حاجه غلط احنا عارفين، وبنعمل الكلام ده، عشان كده سمونا عصر جاهلي. فقال لك والله الناس دول اسمهم العصر الجاهلي ليه؟ لان هم بيعملوا كل حاجه غلط بعلم واراده. وقال لك هنا ان الجهل بمعنى الحمق والسفه وقله العقل. بيعبد الاصنام. هو عارف ان الصنم اللي هو عامله ده ما بيضروش ولا بينفعه، بس هو بيعبده. ليه يا ابني؟ انا عبيط يعني، هو كده. خلاص انا راجل جاهل. ماشي. البيئة المكانية، الناس دول كانوا موجودين فين؟ قال لك والله بلاد العرب أو شبه الجزيرة العربية، وهي المنطقة اللي بتقع في الجنوب الغربي من قارة آسيا. مستر، أنا مش فاهم حاجة. أنت دخلتني في الدراسات ودخلتني في التاريخ، وأنا ما بحبش الدراسات ولا التاريخ. طيب تعالى أقول لك كده. تروح على السبورة بتاعتنا وتعالى أقول لك هي موجودة فين على الخريطة، أو كانت موجودة فين على الخريطة. ما بعرفش أرسم، بس يعني إيه، حاول تفهم معايا. خلاص. دي كده إيه؟ خريطة مصر، الله ينور عليك. وادي البحر الأحمر. المنطقة دي دلوقتي اسمها السعودية، صح؟ آه. كانت زمان اسمها شبه الجزيرة العربية أو بلاد الحجاز. هو ده المكان اللي كان موجود في العصر الجاهلي، اسمها شبه الجزيرة العربية أو بلاد الحجاز. ماشي يا مستر، زي الفل. ارجع تاني، خلاص أنا عرفت مكانها. ماشي. من الشمال دلوقتي الحدود بتاعتها ايه؟ من الشمال فلسطين سوريا عراق. ماشي. من الجنوب المحيط الهندي. من الشرق خليج عربي. من الغرب البحر الاحمر. كمان مره. من الشمال فلسطين سوريا عراق. ماشي. من الجنوب محيط هندي. طب من الشرق خليج عربي. من الغرب البحر الاحمر. دي الحدود بتاعت شبه الجزيره العربيه، او المكان اللي كانوا قاعدين فيه زمان. طيب البلاد دي كانت بتضم 5 أقسام مدن. إيه هي؟ الحجاز وتهامة ونجد واليمامة واليمن. دول 5 مدن أو أقسام كانوا موجودين في شبه الجزيرة العربية. نفترض إن دي شبه الجزيرة العربية، هي المدن دي كانت متوزعة جواها. ماشي. البيئة الاجتماعية يا مستر، الناس دول كانوا عبارة عن إيه؟ العصر الجاهلي يا شباب كانوا بينقسموا إلى قسمين: الحضر والبدو. طب مستر، هو يعني إيه الحضر؟ دول سكان المدن اللي قاعدين في المدينة، اللي هي مكة ويثرب والطائف، وممتازوا بإيه بقى؟ شغالين على التجارة وحياتهم مستقرة، قاعدين ساكنين ما بيتحركوش من مكانهم. طيب أهل البدو بقى دول سكان البادية والصحاري، وحياتهم قايمة على التنقل والترحال ورعي الأغنام. الناس بتوع القبائل أو بتوع البدو دول حياتهم عاملة إزاي؟ دلوقتي دي قبيلة ودي قبيلة ودي قبيلة. القبيله دي اقوى فتروح هاجمه على القبيله الضعيفه، تروح القبيله الضعيفه واخده نفسها وماشيه، بعد ما اللي يموت يموت بقى، واللي يمشي يمشي يروح في اي حته. القبيله دي اقوى تروح هاجمه على القبيله دي، تموت نصهم والباقي يهرب، فيروحوا مغيرين مكانهم. هم كانوا عايشين كده، القوي ياكل الضعيف على طول. طيب العرب بيرجع اصلهم لايه؟ قال لك والله شبه الجزيره العربيه كانت بالشكل ده.
قال لك متقسمة شمال وجنوب. اللي كانوا قاعدين في الشمال اسمهم عدنانيون، نسبة إلى جدهم الأكبر عدنان، وهو ولد سيدنا إسماعيل عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام. طيب، يبقى العدنانيون اسمهم عدنانيون ليه؟ عشان جدهم اسمه عدنان، وهو من ولد، أو هو ولد سيدنا إسماعيل. طيب، قاعدين فين؟ في الشمال. طيب، عندنا مين تاني؟ الجنوب اسمهم ايه؟ قحطانيون، بيرجع نسبهم لجدهم قحطان ابن يعرب، والراجل كان اسمه قحطان فهم اتسموا قحطانيون. ماشي. قال لك امتاز العرب في الجاهلية بالعديد من الصفات والعادات. قال لك العرب على قد ما كانوا وحشين في بعض الصفات، زي مثلا ان هم كانوا بيقودوا البنات، بيشربوا خمر، بيجوا على الضعيف، بيعملوا كل حاجة غلط زي ما قلت لك، يعبدوا الأصنام. طيب، كانوا يعملوا الإله وياكلوا، يعمل إله من عجوة ولما يجوع ياكل الإله، يقول له أنت رايح فين؟ رايح أفسح الإله. خلاص، وتلاقي راجل ربنا مكمله بعقله وبيعمل إله من عجوة، وبعد ما يجوع في الطريق بياكل الإله بتاعه. مش مشكلة أعمل إله غيره يعني. طيب، عادات مقبولة زي إيه؟ الصبر والشجاعة والكرم والوفاء ونجدة المستغيث. على قد ما كان عندهم عادات وحشة، في عادات كويسة: الصبر، الشجاعة، الكرم، الوفاء، نجدة المستغيث. يعني نجدة المستغيث يعني لو لقوا واحد مثلا في الصحراء في أسد بيهجم عليه، ولا في أي حاجة، في أي مصيبة، في تعبان بيجري وراه، هيلحقه. خلاص. طيب، عادات مرفوضة زي إيه بقى؟ كثرة الحروب والغارات، بياكلوا في بعض. ماشي. وقد البنات، البت يا عيني تبقى لسه ما فتحتش عينيها يقول لك يا دي العار، يروح واخد البت كده ويروح دافنها على طول. طيب، والصقر، يعني بص، لو في واحد من عندنا اتعور هنموت 5 قدامه، ونفضل بقى القبيلة تموت في القبيلة، وخد من ده عندك بقى سنتين 3 4 لحد ما يخلصوا على كل اللي موجود في القبيلة هنا والقبيلة هنا. طيب، من العلوم اللي برع فيها العرب ايه بقى؟ عندنا علمين مهمين: علم الفراسة، علم الأنساب. يعني ايه يا مستر علم الفراسة؟ قال لك والله ده علم الأخلاق. ايه يا مستر علم الأخلاق ده؟ شفت صاحبتك لما تكون واقفة جنبك كده، وفي واحدة صاحبتكم لسه متعرفين عليها جديد، تروح جاية عليكم وانتوا واقفين، تلاقي صاحبتك بتبص لك كده وتقول لك ايه؟ البت دي كده انا مش حاساها، البت دي من صفاتها كده انا حاسة ان البت دي عقربة، البت دي حية، شايفة بصة عينيها عاملة ازاي؟ ماشي. فيجي دلوقتي بعد مثلا اسبوع اسبوعين فعلا صاحبتك يطلع عندها حق، تقول لك شفتي؟ عندي حق اهو. زمان العرب كانوا يبصوا في عين البني ادم كده يعرفوا الصفات بتاعته، اخلاقه ايه. فده بيسموه علم الفراسه عندهم. هتقولي كانوا بيعرفوا ازاي؟ الله اعلم، ده علم كان موجود عندهم وهم برعوا فيه، كانوا شاطرين فيه. طيب، العلم بالانساب. يعني إيه العلم بالانساب؟ بص، شفت لما تكون من بلد ارياف وتنزل كده تتمشى في الشارع، مثلا رايح تشتري طلبات او حاجه، ومعدي على جده، خلاص، بيت جده مثلا، فتلاقي واحده قاعده كده على اول الشارع، تيجي تقول لك خد يا ده حماده اقول لك. لا نعم يا تيتا. تقول لك انت ابن مين بقى؟ تقول لها انا ابن ابراهيم. تقول لك ابراهيم ابن فلان اللي امه اسمها كذا، اللي متجوزين ما اعرفش من مين، اللي واخدين بنت مين، وتجيب لك قرار العيله كله. زمان العرب كان عندهم علم اسمه العلم بالانساب، بيشوف وشك كده يقول لك انت ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وقاعدين في الحته الفلانيه، وامك اسمها كذا، وكانت معرفش عملت ايه، واختك ولا معرفش خالتك، يعرف كل اصلك وفصلك. ده اسمه علم بالانساب. طيب، وايه كمان؟ علم النجوم والفلك، كانوا شاطرين في علم النجوم والفلك. ماشي. تعالى بقى على البيئه الدينيه. الناس دول كانوا بيعبدوا ايه؟ بص، قال لك الجزيره العربيه في الوقت ده كانت في فوضى دينيه. يعني ايه فوضى دينيه؟ هيصه، اللي عاوز يعبد الشمس بيعبدها، واللي بيعبد القمر، واللي بيعمل اله من عجوه زي لسه قايل لك كده ويروح واكل الاله، خلاص، واللي بيعبد النار، واللي بيعبد بقره، والدنيا جميله. طيب، فوضى دينيه. الفوضى دي هي اللي مهدت لظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الأمور تتغير تماما. طيب، كان إيه اللي موجود تاني؟ الوثنية. كانت الديانة الغالبة عند العرب وتعني عبادة الأصنام، ومنهم عبد أو اللي كان بيعبد الكواكب والشمس والقمر. ماشي. اليهودية، ودي كانت منتشرة في اليمن والحجاز، والنصرانية وانتشرت في اليمن ونجران، وعرب الشام والحيرة وطيء ودومة الجندل. كل دي أماكن كان منتشر فيها النصرانية. دي الديانات اللي كانت موجودة وقتها. طيب، البيئة الأدبية.
قال لك العرب كانوا شاطرين قوي 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 في الشعر والنثر، على قد ما هم في عادات متخلفه بس الناس دول شاطرين في اللغه العربيه وشاطرين في الشعر والنثر، بيتكلموا احسن من اي حد. طيب قال لك ان هم برعوا في الشعر والنثر، واللي وصلنا من الادب بتاعهم الشعر والنثر بتاعهم دل على الذكاء والتميز في هذا المجال، ورانا قد ايه ان هم اذكياء ومتميزين. طيب وكمان الشعر اللي هم نقلوه قال لك كان صوره صادقه لحياتهم. مستر هو احنا عرفنا كل تفاصيل حياتهم دي منين؟ من الشعر والنثر، كانوا بيحكوا كل تفاصيل يومهم في الشعر والنثر، وده اللي وصلنا عنهم وعرفناه عنهم. قال لك سجلوا فيه كل ما يتصل بحياتهم في جميع جوانبها. بصوا يا جماعه، الشعراء كانوا زمان بيقعدوا كده، الشاعر يقعد يعمل قصيده يكتب فيها قصه حياته، يكتب فيها هو بيشوف ايه في يومه. فطبعا عرفنا العرب زمان كانوا عايشين ازاي. طيب قال لك العرب زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها اسواق ادبيه. عارفين السوق اللي بيبقى فيه خضار والكلام ده؟ هم كانوا بيعملوا اسواق، بس حاجه اسمها سوق ادبي. يعني ايه سوق ادبي؟ كانوا بيجمعوا بعض كده، ماشي، ويجي اتنين شعراء يقفوا في النص، ويقف ما بينهم حكم، وده يقول شعر وده يقول شعر، والناس بقى ده قال شعر كويس يروحوا مسقفين له، ده قال شعر وحش مثلا، فالناس تكون واقفه متضايقه، ايه يا ابني القرف اللي انت بتقوله ده؟ وبعد شويه الحكم بقى بيحكم، والله قال شعر كويس فهو ده اللي كسبان. دي اسمها ايه بقى؟ اسواق ادبيه. طيب ايه الاسواق اللي كانت منتشره في الوقت ده؟ قال لك والله عكاظ وذي المجاز او ذو المجاز وذي المجنه ودومه الجندل، دي الاسواق اللي كانت منتشره في الوقت ده. طيب ايه سمات الادب بقى؟ صلى على النبي. احنا هناخد 3 دروس: أدب في عصر جاهلي، عصر صدر الإسلام، العصر الأموي. ال3 دروس فيهم حاجة اسمها سمات الشعر في منتهى الأهمية، لازم سؤال في الامتحان من الكلام ده. طيب تعالى بس الأول نفهم يعني إيه أدب. قلنا الأدب عبارة عن الشعر والنثر. طيب إيه هو الشعر؟ كلام موزون مقفى، يعني كلام ليه وزن وقافية. خلاص؟ طيب الشاعر بيصور عواطفه وأحاسيسه، بيعتمد على الخيال والعاطفة. يعني الشاعر لو مبسوط بيقول شعر مبسوط، حزين حبيبته سابته بيقول شعر حزين. طب النثر كل اللي الأديب بيعبر بيه أو بيدور في نفسه، خلاص، بس من مشاعر بقى ومش من أحاسيس. لا لا، ده الراجل بيكلمك بالمنطق، التفكير والمنطق. يعني الأديب يبقى قاعد كده يقول لك أنا عاوز أكتب رسالة مهمة. فاكر رسالة إلى ابني اللي احنا خدناه في ثالثة إعدادي؟ ده اسمه نثر. هل ده بيعتمد على العواطف والأحاسيس؟ لا، الشاعر مش عاوز يوصل لي، أو الأديب مش عاوز يوصل لي مشاعره وأحاسيسه، ده عاوز يوصل لي فكرة معينة، فهو بيوصلها لي بالتفكير والمنطق. بيكلمني عن الفكرة ويديني سبب ليها، يقول لي علشان كذا لازم تعمل كذا، يديني أسباب، طيب يديني أدلة. ده بنسميه نثر، وما فيهوش وزن وخافية. بيبقى عامل زي درس القراءة كده. بص درس قراءة بالشكل ده زي رسالة إلى ابني، ده اسمه نثر. طيب الشعر قال لك عندنا القصيدة الجاهلية تعددت الأغراض بتاعتها. القصيدة الجاهلية ما كانتش بتتكلم عن حاجة واحدة، أمال كانت بتتكلم عن إيه؟ بص، أي شاعر في العصر الجاهلي كان بيمشي على حاجة اسمها نهج القصيدة الجاهلية. مستر إيه نهج القصيدة الجاهلية ده؟ يعني بص، الشاعر يبدأ القصيدة بتاعته، مثلا في شاعر غلط في شاعر، فالتاني عايز يشتمه، فما ينفعش يشتمه على طول. يعمل ايه؟ لازم الاول يبدا بالغزل. يعني ايه الغزل؟ بيتحدث عن المحبوبه، او يبكي على الاطلال اللي هي بقايا ديار المحبوبه. مثلا مش فاهم. بص، دلوقتي الشاعر كان قاعد هنا في القبيله دي وبيحب بنت في القبيله دي، فالبت اللي هنا في القبيله دي اتهجم عليهم في يوم من الايام، والبت دي ماتت بقى ولا غارت 60 داهيه، سابت الارض دي ومشيت. فيجي الشاعر للمكان اللي هي كانت قاعده فيه ويقعد يبكي على الأطلال، يقعد يعيط ويكتب شعر حزين، ويقعد يقبل هذا الجدار ويقبل هذا الجدار. يا ابني انت مجنون، انت ليه بتبوس الجدار ده؟ قال لك انا مش ببوس الجدار، مش بحب الجدار، انا بحب اللي كانت قاعده هنا في البيت. فقال لك كانوا بيعملوا ايه؟ يا اما بيبدا بالغزل، لو حبيبته لسه موجوده بيتغزل فيها، طب لو حبيبته مش موجوده بيروح يبكي على الاطلال في المكان اللي هي كانت موجوده فيه. ماشي. تاني حاجة وصف الرحلة. خلاص اتكلمت عن المحبوبة، أوصف الرحلة بقى. يقول لك وأنا ماشي في الصحراء شفت أسد أو طلع عليا أسدين، ورحت مطلع السيف ورحت مطير رقبة الأسد. بيحكي الرحلة اللي هو ماشي بيها، اللي ماشي فيها، وبيحكي الحيوانات والنباتات اللي شافها. ماشي.
بعد كده يا عم يلا القصيدة عن ايه؟ الغرض الاساسي بقى للقصيدة، انا همدح، هكتب كلام حلو في شاعر، انا هرسي، هتكلم عن حد مات بشكل كويس، يعني هكتب فيه كلام حلو وجميل كده. واحد مثلا صاحبه مات فبدأ ان هو يتكلم عن ان قد ايه كان كويس. الفخر، افتخر بنفسي. بعد ما اكتب الغرض الاساسي اروح بقى ختم القصيده بالحكمه، اروح في اخر القصيده كاتب حكمه. يبقى القصيده كانت بتمشي في كم موضوع؟ اربعه: بدء بالغزل، بكاء على الاطلال، وبعد كده وصف الرحله، الغرض الرئيسي، الحكمه. طيب، يبقى تعددت الاغراض والموضوعات في القصيده ليه؟ لان حياه العربي كانت قايمه على الترحال، الراجل ده مش قاعد في مكان واحد كل يوم في مكان شكل. النهارده انا قاعد هنا، بكره انا مشيت قعدت هنا. فمن كتر الاماكن اللي بيروحها بيعمل ايه؟ قال لك والله بيكتب قصيده، والقصيده دي مكونه من كام موضوع؟ اربع موضوعات. طيب، وقال لك والله الناس كانوا بيعيشوا احداث متعدده، فعلشان كده كان بيكتب القصيدة بشكل متعدد، يعني القصيدة مش واحدة. يعني ما تلاقيش القصيدة كلها بتتكلم عن ان هو بيحب حبيبته، او بيحب البت اللي ماشي معاها، اللي هي جميل مثلا بيحب بوسعيد، قيس بيحب ليلى، عنترة بيحب عبلة. خلاص. تعالى بقى كده نروح على المعلقات. ايه المعلقات؟ قال لك هي قصائد طوال من اجود الشعر الجاهلي، امتازت بتعدد الاغراض ووضوح منهج القصيدة. ازاي؟ قال لك والله هي قصائد طويلة المعلقات. ليه قصائد طويلة يعني؟ قال لك الشعراء كانوا بيتفخروا بيها ويتباهوا بيها. ازاي؟ انا شاعر وعايز ابين ان انا شاعر جامد جدا، فاعمل ايه؟ اقول لك والله انا هعمل معلقة. خلاص. المعلقة دي 60 بيت. فيجي الشاعر التاني يقول لك ايه ده، انت عملت معلقة 60 بيت؟ ايه رأيك انا اعمل معلقة 70؟ يجي التالت يقول لك انت عملت 70، طب ايه رأيك انا انا هعمل 80. فكانوا بيعملوا معلقات وكانوا بيمشوا بيها او بيمشوا فيها بنفس منهج القصيدة، اللي هو البدء بالغزل، البكاء على الأطلال، وصف الرحلة، وبعدين الغرض الرئيسي، الحكمة. طيب ليه يا مستر اتسمت بالمعلقات؟ قال لك لأن هي كتبت بمية الذهب وعلقوها على أستار الكعبة عشان الناس تقرأها، يا إما كانت بتعلق على عمود الخيمة، وشبهوها بعقود الدر اللؤلؤ اللي بتتعلق على صدور النساء. طب إيه كمان؟ سريعة التعلق بأذهان الناس فحفظوها. يبقى ليه سموها معلقات؟ بسبب الأربع حاجات دول. دي الاربع حاجات اللي كانت منتشره. طيب، مين هم شعراء المعلقات؟ قال لك امرؤ القيس كتب معلقه، طرفه بن العبد، زهير بن ابي سلمى، عمرو بن كلثوم، عنترة بن شداد، طبعا لبيد بن ربيعه، الحارث بن حلزه، كل الناس دي كتبت معلقات. طيب، سمات الشعر ايه؟ يجي يقول لي بقى ايه سمات الشعر من حيث المعاني في الامتحان. المعاني مالها؟ المعاني كانت واضحة وقليلة التأنق في الترتيب، ما كانوش بيهتموا بترتيب القصيدة. زي ما انت شفت القصيدة بتمر على كام حاجة؟ أربعة، ما بيهتموش بترتيبها. ماشي. الأخيلة، الخيال، الصورة الخيالية، التشبيه والاستعارة اللي احنا هناخدهم في البلاغة، التشبيهات طريفة والاستعارات جميلة. ماشي. الألفاظ كانت عاملة ازاي عندهم؟ جيدة الاستعمال في معانيها، بيستعملوا الألفاظ في معانيها الموضوعة لها، وبيستعملوا ألفاظ المجاز وما كانوش بيستخدموا المحسنات. ايه يا مستر المحسنات دي؟ المحسنات اللي هو عندك كلمة عكس كلمة، جملة عكس جملة، كلمة شبه كلمة، الكلام ده هناخده في البلاغة. ما كانوش بيستخدموا المحسنات. يبقى لو جالي في الامتحان ان هم كانوا بيستخدموا المحسنات اقول له لا، عدم تعمد استخدام المحسنات، ما كانوش بيستخدموها. الاسلوب بتاعهم كان عامل ازاي؟ قال لك تفضيل الايجاز، يعني بيحبوا الاختصار الا اذا دعت الحاجه. يعني ايه؟ الشاعر بيحب يختصر، بس لو شاعر تاني غاظه وقال له ولا انت شعرك قليل، يقول له خلاص تعالى بقى اما اوريك، راح عامل له قصيده 100 بيت. هنا ساعتها هو كتب 100 بيت عشان يتفشخر، انما هم في الاساس بيحبوا الايجاز يعني الاختصار. طيب، عندنا النثر. النثر عندنا اربع حاجات: وصايا، وعندنا الخطب والحكم والامثال. تعال نتكلم كده عن حاجه حاجه فيهم. عندنا الوصايا. ايه هي الوصايا؟ قال لك هي قول حكيم صادر عن مجرب خبير يوجه الى من يحب او من هو اقل منه تجربه لينتفع به. يعني ايه وصيه؟ في ناس يجي قبل ما يموت يقول لك انا هكتب وصيتي. ايه يا عم وصيتك؟ يقول لك والله انا هكتب كل املاكي للواد ابن حماد. خلاص.
طب تعالى يا حماد، انا يا ابني بوصيك انك تخلي بالك من البيت وتخلي بالك من ماما واخواتك. دي اسمها ايه؟ اسمها وصيه. طيب، قال لك هي من مجرب خبير يوجه الى من يحب او من هو اقل منه في التجربه. ليه؟ لينتفع بها. ماشي. المقدمه هي مكوناتها مقدمه، موضوع، خاتمه. طب المقدمه فيها تمهيد وتهيئه للموضوع، للوصيه. بعد كده الموضوع في عرض الافكار، وبعد كده الخاتمة فيها تلخيص موجز كده لهدف الوصية. يبقى الوصية عندي بتتكون من مقدمة، موضوع، خاتمة. ماشي. خصائص أسلوبها إيه؟ دقة العبارة، ووضوح الألفاظ، العبارات دقيقة والألفاظ واضحة. طيب، قصر الجمل والفقرات، الفقرات والجمل قصيرة مش طويلة. الإطناب بالتكرار والترادف والتعليل. يعني إيه الإطناب بالتكرار؟ تلاقيه بيكرر جملة معينة أو كلمة معينة، ليه؟ للتأكيد. ده اسمه إطناب بالتكرار. أو كلمتين نفس المعنى اسمه ترادف أو التعليل، إن هو بيذكر الأسباب، يقول له حاجة ويقول له سببها. الأسلوب بيستعمل الأسلوب الخبري. يعني إيه خبري؟ جملة اسمية، جملة فعلية. والأسلوب الإنشائي اللي هو إيه؟ أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء، برضه هناخدهم في البلاغة. طيب، الإقناع عن طريق ترتيب الأفكار وتفصيلها، بيرتب الأفكار ويفصلها علشان يقنع الراجل بالوصية. الإيقاع الموسيقي وخاصة السجع. إيه يا مستر السجع ده؟ بص، السجع ده بيكون عبارة عن إن أنا عندي جمل وبيجي في النثر بس ما بيجيش في الشعر. بيكون عندي جمل بالشكل ده، الحرف الأخير هنا زي الحرف الأخير هنا زي الحرف الأخير هنا زي الحرف هنا زي الحرف هنا زي الحرف هنا. طيب، الاستاذ عمرو دياب بيقول ايه؟ قال لك انت مغرور. يا سلام. انت معدوم الشعور. انت مغرور تنتهي بحرف الراء. معدوم الشعور تنتهي بحرف الراء. انت زي الزينة ديكور. الراء والراء والراء، ده اسمه سجع، ان نفس الجملة او الكلمة الأخيرة في الجملة بتنتهي بنفس الحرف هنا ونفس الحرف هنا ونفس الحرف هنا، ده اسمه سجع. خلاص، هناخده في البلاغة. ماشي. تقول لي يعني الاستاذ عمرو دياب بيستخدم السجع في الاغاني؟ اقول لك اه، طلع شاطر في العربي اهو. تعالى بقى، من اشهر الوصايا عندنا في العصر الجاهلي، قال لك عندنا وصيتين. امامه بنت الحارث لابنتها، بنتها وهي بتتجوز جت وصت بنتها، قالت لها لو البت اخته كلمتك كلمه رد عليها ب10. لو البت حماتك العقربه رفعت لك حاجبها اليمين ارفع لها حاجبك الشمال على طول. وصيه. وصية ذي الإصبع العدواني لابنه، واحد اسمه ذي الإصبع العدواني كان بيوصي ابنه. طب الخطب، إيه الخطب؟ فن مخاطبة الجماهير وجذب انتباههم وتحريك مشاعرهم بكلام بليغ، زي بالظبط خطبة الجمعة. الإمام بيكون واقف قدام الناس ويعمل إيه؟ ويخطب في الناس. ليه يا عم؟ قال لك والله علشان يجذب انتباههم ويحرك مشاعرهم وكمان يقنعهم. هي أهدافها إيه الخطبة؟ الإقناع والإمتاع والاستمالة، إن أنا أجذب الناس اللي قدامي. طيب، خصائصها إيه؟ بيستخدم الأسلوب الخبري والإنشائي. طيب، جودة العبارة ووضوح المعاني، شدة الإقناع والتأثير، قصر الجمل والفقرات. الكلام ده يا جماعة بيتحفظ، مهم. جمال التعابير وسلامة الألفاظ، وكمان السهولة ووضوح الفكر. تقريبا قريبة من الوصية شوية. طيب، أشهر الخطباء اللي عندنا مين؟ قس بن ساعدة. وبيقول إيه بقى في إحدى خطبه؟ يا أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. ده اسمه إيه؟ سجع. كان بيستخدم المحسنات البديعية. عندنا واحد تاني اسمه أكثم بن صيفي، كان بيقول إيه؟ إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها. كل الكلام ده كان بيقوله أكثم بن صيفي في الخطبة. طيب، تعالى بقى، إيه الفرق بين الخطبة والوصية؟ الخطبة بتتقال في مواجهة الجماهير وتهدف إلى الإقناع والإمتاع والاستمالة. طب الوصية؟ الوصية ممكن أوجهها لفرد أو جماعة، قولا أو كتابة، ممكن أقولها وممكن أكتبها. ماشي. تعالى بقى، الحكم. إيه هي الحكمة؟
الحكمة هي عبارة موجزة تعبر عن خلاصة تجارب أو دروس أو مواقف تعلمها الإنسان في حياته، وبتهدف لتوجيه السلوك الإنساني للخير. بمعنى إن أنا دلوقتي مثلا شفت طالب بيعمل حاجة غلط، شفته مثلا بيشرب سجاير، فهاجي كده اخده على جنب واقول له ليه يا حبيبي انت في السن ده بتشرب سجاير؟ شرب سجاير تاني عشان دي هتدمر صحتك. في حد كان زيك زمان وكانت صحته متدمره لانه هو بيشرب سجاير من هو صغير. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بنقل له تجربه او بنقل له حاجه انا شفتها في حياتي علشان اوجه سلوكه للخير. دي اسمها ايه؟ اسمها حكمه. طيب، من سماتها ايه؟ الايجاز، الاختصار، تكون مختصره، وجمال الصياغه. يعني مثلا في حكمه من حكم العرب تقول لك مصارع الرجال تحت بروق الطمع. يعني ايه؟ يقول لك والله ان الطمع ده بيؤدي للانسان للاذى والهلاك، ان الانسان ممكن يبقى طماع والطمع ده يوديه في 60 داهيه. طيب، الامثال. ايه هي الامثال؟ المثل، كلنا عارفين الامثال. طب تعالى نعرف تعريفها ايه. اقوال موجزه يعني مختصره، قيلت في موقف ما، ماشي، وذاعت وانتشرت على مر العصور، وليها مورد ومضرب. مستر يعني ايه مورد ومضرب؟ مورد يعني موقف اتقالت فيه. طيب، المضرب الموقف اللي شبهه واتكرر. بمعنى ايه؟ ان دلوقتي مثلا المثال اللي هو بيقول لك اقلب القدر على فمها تطلع البت لامها، المثال ده اخترعوه امتى؟ قال لك والله مثلا يعني على سبيل المثال ان في مجموعه من الناس قاعدين، ففي بنت قاعده، فكانت منحازه لمامتها شويه، فقال لك شفت اقلب القدر على فمها تطلع البت لامها. فطبعا المثل ده اتقال اول مره في الموقف ده. لما الموقف ده اتكرر بعد كده المثل ده اتقال تاني، واتكرر اتقال تالت ورابع وخامس لحد ما وصل لنا. فالمثل بيبقى ليه مورد وهو اول موقف اتقال فيه، بعد كده المضرب وهو الموقف المشابه للموقف الاصلي، بعد كده اي بنت بتبقى منحازه لباباها يقول لك مع راي المثل اللي بنادر على فمها تطلع البنت لامها على طول. طيب، سمعتوا ايه المثل؟ قال لك ايجاز الالفاظ، مختصر، جمال الصياغه، وضوح المعاني، سلامه الفكر. ماشي يا عم، تعال بقى نشوف الامثال. المثل اللي كان بيتقال زمان ايام العرب قال لك جزاه جزاء سنمار. طب المثل ده كان بيتقال ليه؟ قال لك والله بص، زمان كان في ملك، الملك قال لك انا محتاج ابني قصر، هاتولي احسن مهندس في العالم كله دلوقتي. جابوا مهندس اسمه سنمار، فقال له يا عم سنمار انا عاوز ابني قصر. خلاص؟ طيب، فسنمار قال له خلاص انا هبني لك القصر وبعدها نتحاسب ونشوف ايه كل واحد ظروفه ايه. بعد ما القصر خلص، خد الملك سنمار وطلعوا فوق القصر، فسنمار قال له في طوبة في القصر ده لو انا حركتها من مكانها القصر ده كله يقع، محدش يعرف مكانها غيري. فالملك قال له طب حلو يلا روح. فالملك زقه من فوق القصر موته. انت واخد الراجل تحاسبه، خلاص بعد ما خلص لك القصر، لا الملك موته، قال لك يا عم الراجل ده ممكن يبيعني في اي وقت من الاوقات ويهد القصر على دماغي، لا يا عم على ايه، اتكل على الله، وراح رميه من فوق الايه، من القصر موته. فمن وقتها يقول لك جزاه جزاء سنمار، يعني سنمار المفروض كان يتحاسب، وكان المفروض الراجل يتعامل كويس لانه بنى القصر، لا ده مات قتل. طيب، قال لك يضرب هذا المثل لمن يحسن في عمله فيكافئ بالإساءة. رجع بخفي حنين. المثل ده كان بيتقال امتى؟ قال لك الرجوع بالخيبة والفشل. طب ايه الموقف ده؟ بص، كان في واحد اسمه حنين، خلاص، في يوم من الايام كان واخد الجمل وبيعمل شوبينج، فراح لراجل كده كان قاعد بيبيع احذيه، فقال له بقول لك يا عم هو الحذاء ده بكام؟ قال له والله يا عم ده ب 100. قال له يا عم ليه، ما هو هنا ب 60 وهنا ب 70. وفضل ايه، يقاطع معاه وفضل يفاصل معاه. طب يا عم انا هاخده على 50، لا انا هاخده على 40، لا انا هاخده على 30، وفي الاخر الراجل ما اشتراش. الراجل التاجر اتغاظ منه جدا، يعني انت بعد كل ده وما اشتريتش مني؟ طيب انا والله لربيك. راح الراجل التاجر عامل ايه؟ خد باله من الطريق اللي هيمشي فيه حنين، فراح وراه التاجر وخد معاه الحذاء الفردتين، وراح قدم شويه وراح راميله فردة حذاء. فالراجل حنين وهو ماشي كده لقى فردة الحذاء كده، قال لك ايه ده؟ مش ده الحذاء اللي كان عند الراجل؟ بس يا عم ده فردة واحدة يا عم، انا مش عارف يعني الفردة التانية فين. وراح سايبه ومكمل الطريق. بعد 10 متر لقى الفردة التانية، قال لك ايه ده؟ ما الفردة التانية اهي، طب انا ارجع بقى اجيب الفردة الاولى. فالراجل ساب الجمل باللي عليه ورجع، وراح الراجل التاجر وراح واخد الجمل بما حمل وراح واخد نفسه وماشي. والراجل
ساب الجمل بتاعه واتاخد واتكل على الله، وهو خد الايه؟ خد الحذاء. فرجع لهم البيت بايه؟ بالحذاء، وقال لهم هو ده اللي انا جيت بيه. فبقى يقولوا رجع بخفي حنين، يعني انت راجع بالخيبه والفشل. المثل الثالث يقول لك انك لا تجني من الشوك العنب، يعني يضرب لمن يصنع المعروف في غير اهله. انك تعمل حاجه كويسه لحد ما يستاهلهاش، تحصل كتير عادي مش مشكله، تعمل لله يا عم. طيب خصائص النثر. النثر عامل ازاي؟ الايجاز يعني الاختصار، جمال الصياغه، دقه الالفاظ، الالفاظ دقيقه، وضوح المعاني، المعاني واضحه، سلامه الفكر، الفكر سليمه، شيوع المحسنات البديعيه، وخاصه السجع. دي كده خصائص النثر فين؟ في العصر الجاهلي. ودي كانت آخر حاجة عندنا في الأدب في العصر الجاهلي. وبكده يا أبطال نبقى خلصنا الدرس الأول في الأدب، وهو الأدب في العصر الجاهلي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان تشير الفيديو لكل أصحابك عشان الكل يستفيد. سايبين لك أرقام التواصل تحت الفيديو للاشتراك في المنصة. ما تنساش تركز في التركاية، خليك في العربي حكاية. سلام.